عمرك استخدمت موقع قبل كده وسألت نفسك الموقع ده معمول ازاي؟ دايما الإجابة هتكون HTML. ال HTML هي لغة تكوين مش لغة برمجة، احنا بنستخدمها علشان نكون المكونات الأساسية لصفحات الويب بتاعتنا. المكونات الأساسية لصفحات الويب زي الصور، العناوين، الباراجرافز وخلافه، وده الدور الأساسي اللي ال HTML بتقوم بيه في بناء الموقع بشكل عام وملهاش بديل. وده معناه ان انت اي عنوان بتشوفه، اي زرار بتدوس عليه، اي باراجراف بتقراه في اي موقع، خليك متأكد مليون المية ان هو معمول بلغة ال HTML. ولغة ال HTML هي أول لغة بنتعلمها في دبلومة الفول ستاك فروت. لغة ال HTML اتعملت سنة 91، اللي عملها واحد اسمه تيم بيرنرز-لي، وده الجاد فازر أو المؤسس بتاع الويب بشكل عام. ال HTML أول إصدار ليها ما كانش فيه كل الفيتشرز والكومبوننتس اللي بتقدمها دلوقتي. مع الوقت بدأ يظهر فيها فيتشرز زيادة زي الفيديوز وزي الأوديوز وزي الحاجات اللي موجودة كلها دلوقتي. لو كتبت كود HTML بشكل كويس ده هيساعد محركات البحث زي جوجل إنها تفهم الموقع بتاعك بشكل كويس وتقدر تظهر في النتائج الأولى لمحركات البحث. ونقدر نكتب كود HTML بشكل كويس يسمح لنا ان الموقع بتاعنا يكون accessible وكل المستخدمين يقدروا يستخدموه حتى لو عندهم مشاكل في السمع او البصر.